انا كنت بدور على شغل فول تايم. بصوا عشان تبقوا عارفين ان الاشغال هنا يا اما بارت تايم يا اما فول تايم. البارت تايم ده بيبقى اقل من 30 ساعه، والفول تايم 40 ساعه. الناس هنا لو انت اشتغلت اكتر من 40 ساعه بيتحسب لك الساعه بساعه ونص. يعني انا دلوقتي خلاص اشتغلت الاسبوع، كل اسبوع انا ليا 40 ساعه اشتغل فيهم. انا اشتغلت 40 ساعه الاسبوع ده، تمام. خلاص انا اي ساعه اشتغلتها، لو الاسبوع ده عديت ال 40 ساعه، 8 ساعات في 5 ايام، خلاص 5 في 48. فانت لو اشتغلت اكتر من 40 ساعه هم بيدفعوا الساعه بساعه ونص. ف 90% من الاشغال هنا هتلاقيهم ما بيدولكش، عايز اقول 99 بس يعني اقول 90% ما بيدولكش ال 40 ساعه. حتى هو ما بيخليكش تعدي ال 40 ساعه علشان موضوع ان هو ما يدفعش الساعه بساعه ونص. هو بالنسبه له يجيب اتنين يشتغلوا ارخص له من ان هو يجيب واحد ويقعد بعد ال 40 ساعه يقعد يعني يعمل اوفر تايم يعني. فالاوفر تايم بيعدي، هو بيتعامل بالاسبوع، فالاوفر تايم لو عديت ال 40 ساعه هيديك الساعه بساعه ونص. فانت لو بتاخد 15 هتزود بقى عليها 7 ونص تاني، فالموضوع هتلاقي نفسك بيديله 22 ونص في الساعه الزياده. فهو ما بيديش، ما فيش حد بيدي الساعه اللي هو اكتر من الفول تايم. بس فبعتت لي الفول تايم، قالت لي خلاص يعني جالك الاوفر. وبيعملوا هنا تشيك باك جراوند بالسوشيال سيكيورتي، طبعا هم بياخدوا بياناتك. دول طلبوا مني 2 فورم اوف اي دي. فانا كان معايا الاي دي اصلا، وكان معايا كان الجرين بقى الحمد لله وصل. وانا اتكلمت في فيديو تاني عن الجرين وعن السوشيال. كان الجرين وصل، فخلاص بقى انا كده تمام. قالت لي خلاص هنعمل تشيك باك جراوند عليك، وبعد كده ممكن تنزل من اول الشهر. فانا بصراحه يعني كان جت دي في الوقت اللي انا ما كنتش طايق فيه ماكدونالدز.